ايه حكاية الياء الرخمة اللي بتلزق في الكلمة وتحولها لملكها؟ اسمها ايه يا مس؟ اسمها الياء الملكية. كان فيه حرف صغير اسمه ياء، شكله عامل ازاي يا مس؟ شكله عامل كده. الحرف ده يا حبايبي بيحب الحاجة بتاعته خالص، فبيروح يلزق فيها من الآخر عشان يقول إن الحاجة دي بتاعته. ازاي يا مس الكلام ده؟ يعني أنا يا مس عندي كلمة كتاب، كتاب دي حطيتها زي ما هي يا مس عشان أخليها تبقى بتاعتي أنا. بعمل ايه؟ بشبك فيها الياء الرخمة دي في الآخر، أصبحت الكتاب لوحده ده هيبقى كتابي، يعني ملكي أنا. طيب قلم، هعمل فيها ايه يا مس؟ هحط الكلمة زي ما هي، واعمل ايه؟ افرد دراع الحرف الاخير واشبك فيها الياء، اصبحت بقى قلم واحد، بقى قلمي انا، يعني بتاعي انا، دي اسمها الياء الملكية. طيب حقيبة، هعمل فيها ايه يا مس؟ حط الكلمة زي ما هي يا مس، وافتح التاء المربوطة تاء مفتوحة واشبك فيها الياء، أصبحت إيه؟ أصبحت حقيبتي. نفس النظام في كلمة لعبة. حط الكلمة يا مس زي ما هي، وافتح التاء المربوطة تاء مفتوحة وزود فيها الياء، بقت إيه؟ لعبتي، يعني بتاعتي أنا. طيب صديق، هعمل فيها ايه؟ مين اللي هيقول؟ برافو، هحط الكلمة يا مس، وازود ايه؟ هفرد دراع الحرف الاخير وازود الياء الرخمة، اصبحت بدل ما يكون صديق بقى صديقي انا. طيب اعمل ايه؟ اكتب الكلمة، افرد دراع الحرف الاخير واشبك فيها الياء، اصبحت ايه؟ امي. نفس النظام في كلمة اب، حط الكلمة زي ما هي وافرد دراع الحرف الاخير واعمل ايه؟ اشبك فيها الياء، اصبحت ابي. برافو. طيب اخ، هعمل ايه؟ حط الكلمة زي ما هي وافرد دراع الحرف الاخير اهو، واعمل ايه؟ اشبك فيها الياء، اصبحت اخي. اخي. طيب اخت، نفس النظام يا مس، احط الكلمة زي ما هي وافرد دراع الحرف الاخير، وازود الياء بتاعتي اللي هي الملكية، اصبحت اختي. طيب بيت، نفس النظام يا مس، حط الكلمة بيت، وافرد دراع الحرف الأخير وزود الياء الملكية، أصبحت بيتي. إذا يا حبايبي الياء الملكية بتحول الكلمة تخليها بتاعتي أنا. شكلها عامل إزاي يا مس؟ ياء صغنونة اهي، تحتها نقطتين ولازم يجي قبلها حرف مكسور. تمام كده؟ دي اسمها الياء الملكية. طيب خلصنا الياء الملكية وعرفنا ان هي بتخلي الكلمة تكون ملكيتنا احنا، بتاعتنا احنا. طيب تعالى نفرق ما بين الياء الملكية ومد بالياء والالف اللينة بطريقة بسيطة خالص ان شاء الله، وهتعرفوها مش هتلخبطوا فيها تاني. زي ايه يا مس؟ عندي الياء الملكية يا حبايبي بيكون صوتها قصير، والياء اللي هي المد بالياء بيكون صوتها طويل. طب الألف اللينة بننطقها أكنها مد بالألف. ازاي يا مس الكلام ده؟ بصي يا حبايب، ياء الملكية لازم الكلمة اللي أنا بقولها تكون ملكيتي أنا، يعني بتاعتي أنا، بتدل على ملكية الشيء للشخص. ايه كمان يا مس؟ بتيجي في آخر الكلمة. ايه كمان يا مس؟ بتقبل الحذف، يعني ممكن نحذف الياء اللي في الاخر وترجع الكلمة سليمة زي ما هي، ما بتتأثرش. ايه كمان يا مس؟ بيجي قبلها مكسور. طيب مد بالياء بنعمل فيه ايه يا مس؟ صوته بيكون طويل.
بيعمل ايه كمان يا مس؟ بيجي يا اما في النص يا اما في الاخر. طيب بيدل على الملكية؟ لا، اهو ده الفرق بقى، ان الملكية بتدل على ملكية الشيء للشخص، اما في المد بالياء لا تدل على الملكية، لا يمكن حذفها. يعني لو أنا حذفت المد بالياء من الكلمة هيتأثر وهيتغير المعنى خالص، وبرضه بيجي قبلها مكسور. طب الألف اللينة يا حبايبي، الألف اللينة بيكون شكلها كده ما فيهاش نقطتين، إنما مد بالياء والياء الملكية بيكون فيها نقطتين في الآخر وما قبلهم مكسور. أما ألف اللينة بيكون شكلها كده وما قبلها بيكون مفتوح. طيب يا مس بتكتب ازاي؟ بتكتب بالشكل ده يا مس، وبيكتب بالشكل كده. طيب هنعرف نفرق ازاي يا مس؟ برضو قوليلي. تعالوا بالامثله هنقول ان شاء الله ازاي ان احنا نفرق ما بين الياء الملكيه ومد بالياء والف اللين. يلا نحل يا مس. كلمة قلمي، هي قلمي دي بتدل على الملكية ولا لأ؟ مش قلمي يبقى أنا بقول إن هو القلم بتاعي؟ يا مس، يبقى على طول دي اسمها ياء ملكية. طيب يهدي، يهدي، هل يهدي دي بتدل على الملكية يا مس؟ لأ يا مس، يبقى على طول هقول عليها إنها مد بالياء. طيب طبيب، هل طبيب دي بتدل على الملكية ولا مد بالياء ولا ألف لينة؟ لا يا مس، ده جاية في النص، يبقى على طول دي مد بالياء. ليه يا مس؟ عشان احنا قلنا ان في الملكية بتشبك في الايه؟ حرف الاخير. وبرضو قلنا ان هنا في الالف اللينة برضو نفس النظام، بتيجي في الاخر بس ما فيهاش نقطتين. طيب هل هنا في الكلام ده في كلمة طبيب؟ لا، يبقى على طول مد بالياء. طيب يجري، كلمة يجري هل بتدل على الملكية؟ لا يا مس، يبقى إذا هي مد ياء. طيب مصطفى، مصطفى ما فيهاش مكسور، جي قبلها مفتوح، نطقت ايه؟ ألف، اللي هي مد ايه؟ بالألف، إذا مصطفى. طيب فيها نقطتين؟ لأ، يبقى على طول ألف لينة، يبقى أقول عليها ألف لينة. طيب مستشفى، فتحة يا مس ما قبلها ما فيهاش نقطتين، يبقى إذن هقول عليها ايه؟ ألف لينة. طيب عصا، فيها ياء يا مس؟ لا ما فيهاش، على طول فيها ايه؟ هي الالف اللينه، يبقى اقول على طول الف لين. طيب رمى قبلها مفتوح ما فيهاش نقطتين، اذا تبقى الف لين. طيب على، فيها هي مس؟ فيها ما قبلها مفتوح، ايه كمان يا مس؟ ما فيهاش نقطتين، اذا هي الف لين. طيب الى، اعمل ايه يا مس؟ ما قبلها مفتوح ما فيهاش نقطتين، تبقى الف لين. عرفنا الفرق؟ عرفت يا مس؟ عرفت ان الكلمة لما بتدل على ملكية الشخص اذا هي بتكون ملكية. طب الكلمة اللي ما بتدلش على الملكية وفيها نقطتين زي الياء بتاعت الملكية، يبقى نقول عليها مد بالياء، ومد بالياء بيجي يا اما في النص يا اما في الاخر، وما اقدرش ان انا احذفه. انما في الملكية يا مس اقدر احذفه وترجع الكلمة سليمة زي ما هي. طيب الالف اللينة اول حاجة هشوفها على طول واعرف افرقها اني ما فيهاش نقطتين في الاخر، وتنطق مد ايه؟ مد بالالف، وما قبلها بيكون مفتوح. كده ايه؟ عرفنا الفرق ما بين التلاتة، سهل خالص. ان شاء الله هناخد المرة الجاية تدريبات على الياء الملكية والمد بالياء والالف اللينة. استنونا في فيديو جديد مع مس ام البنات.